هل احتياج المراهق بيختلف من بنت الولد؟ وهل المسؤولية بتكون أكبر على الأم ولا على الأب؟ تمام. هو عموما يا هدير في اختلاف ما بين احتياج البنت وفي اختلاف ما بين احتياج الولد، في اختلاف نسبي. بس خلينا متفقين ان الاحتياج للاتنين واحد، قائم على 3 أسس. يعني للولد هيحتاجه، البنت هتحتاجه، بس ده بشكل مختلف، والولد كمان برضو بشكل مختلف. خلينا نقول ان الاحتياج قائم على الاحتواء والأمان والفهم. يبقى الاحتياج قائم على 3 أسس لازم تبقى موجودة للبنت وموجودة للولد. طيب انتي قلت لي السؤال انه مين المسؤولية الأكبر على مين؟ البنت محتاجة للأم وبعد كده تحتاج للأب، أما الولد بيحتاج للأب وبعد كده بيحتاج للأم. طيب البنت بتحتاج للأم أول حاجة علشان هي دي اللي هتديها إحساس بالأمان، هي دي اللي هتديها الأمان العاطفي، هي اللي هتسمعها. بيكون في مسافة آمنة ما بين البنت ومامتها، لأن طبعا في فترة بيحصل فيها تغيرات. مين المفروض اللي بيفهم البنت؟ ماما، مش على اساس ان مثلا تغيرات الجسمانيه والحاجات دي. كده بالظبط كده. فبتبقى البنت محتاجه للام اولا، بعد كده مين اللي بيعمل لها الكومبليتلي بقى التكميل في الشخصيه؟ بابا اللي هو في اخر المرحله بتاعت المراهقه. لا عموما ان الام والاب، بس البنت بتحتاج اول للام وبعد كده للاب، اما الولد بيحتاج للاب اول وبعد كده بيحتاج للام.